السابق اللي استقال يعني من حوالي اسبوعين 3. سياده اللواء ازاي حضرتك؟ اهلا كريم، ازيك يا فندم؟ وحشتني والله. ربنا يخليك يا كريم. والله وحشتني جدا وحياة ربنا. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا قلت خبر من شويه ان الاستاذ ممدوح عباس بيجهز قائمه لنزول الانتخابات، الكلام ده صح ولا لا؟ انا ما عنديش فكره خالص يعني. اصل انا قريت اسمك في القائمه يعني، فقلت ممكن يبقى حضرتك. بص يا كريم، انا هكلمك بامانه وبصراحه اللي انت عهدتها فيا يعني. تمام. انا راجل كنت بشجع نادي الزمالك من 60 سنه، من وانا عندي 5 6 سنين. تمام. ده معناه ان حضرتك عندك 66 دلوقتي. تمام، انا مواليد بابا. تمام. 48. تمام. فانا بحب النادي ده من زمان، ابا على الجد، وانت عارف ابني وولاده بيموتوا في النادي ازاي. طبعا. لما ممدوح بيه ان انا اشارك في خدمه النادي ما فكرتش وما خدتش وقت، قلت له تحت امر النادي لو انتوا شايفين. نفس القصه لما الدكتور كمال عرض عليا، قلت له تحت امر النادي، انا بخدم كيان ما بخدمش مع افراد. اي انسان هيخدم النادي محتاجني معاه، انا تحت امره. بس انا دلوقتي بعد الفتره اللي مريتها في مجلس الاداره السابق والحالي اخدت بقى يعني خبره في عمل مجلس الادارات. تمام. ان لازم اكون حاسس ان المجموعه اللي معايا عايزه تشتغل. يعني انا مع احترامي للكل، انا ما بطعنش في حد يا كريم. ايوه. عايزه تشتغل، مش عايزه تبقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك. لا، عايزه تبقى خادم في نادي الزمالك، حريص على حقوق الجمعيه العموميه. ولكن اللي كان واحد عايزها منجهيه او لاغراض شخصيه او ايا كان السبب اخر، فانا طبعا ما عنديش استعداد ان انا اشارك في هذا. اي انسان هيخدم النادي وعايزني معاه سواء في المجلس او بره المجلس انا تحت امره. طيب لو الاستاذ ممدوح عباس عرض عليك ان انت تنضم لقائمته، لو هو كمان نزل الانتخابات يعني لسه مش عارفين، حضرتك هتوافق على النزول في قائمه الاستاذ ممدوح عباس؟ بكرر لحضرتك انا كابتن كريم. اي انسان هيخدم النادي ممدوح بيه طبعا. طيب اصل حضرتك لسه مستقيل من المجلس الحالي، فانا بسالك على الاستاذ ممدوح عباس يعني بصفه خاصه، لو طلب منك النزول في قائمته في الانتخابات القادمه، حضرتك هتوافق وتنزل الانتخابات؟ انا شرفني ان انا اخدم نادي الزمالك مع اي انسان عايز يخدم النادي. ممدوح بيه طبعا راجل محترم، وانا يسعدني ويشرفني هذا، ويشرفني ان انا اخدم نادي مع اي انسان تاني يكون عايز يشتغل ويخدم النادي. اي انسان، انا بخدم كيان يا كريم، بس انا ليا طلب ان الجمعيه العموميه بقى المره دي تبقى حريصه. تبقى حريصه وتفكر، ونسيب بقى الجمعيه العموميه تختار اختيار سليم ونقف كلها وراه. لا نجي ورا المجلس اللي هيجي بقضايا، لا نلبخه في مشاكل، لا نخش في صراعات. النادي مش مستحمل. النادي انا من حكم وجودي في النادي مش مستحمل. انما انا النهارده اجيب الجمعيه العموميه تجيب مجلس اداره ادخله في مشاكل واشغله عن خدمه النادي الاصلانيه، يبقى احنا بنضر النادي. انا بقول الجمعيه العموميه ان هم يقفوا ورا مجلس الاداره اللي هيجي، سواء انا كنت فيه او مش فيه. ممدوح بيه، كمال بيه، السبت المستشار مرتضى، جلال بيه ابراهيم، اي حد، رؤوف بيه جاسر، اي حد هيجي طالما جاي يخدم النادي بالفعل، وبتمنى عليهم يحسنوا الاختيار، وهم عارفين مين اللي صالح لخدمه النادي في الوقت ده، ومين اللي كفايه عليه كده ويترك الفرصه لغيره ويخدم النادي. تمام. بس ده معناه ان حضرتك استقلت من المجلس الحالي اللي انت مش عاجبك، يعني مش هقول اعضاء كشخصيات، ولكن كشغل في نادي الزمالك، كاداره نادي الزمالك. بص، كلامك بيقول كده مش انا. ما هقول لحضرتك حاجه. انا استقالتي السبب الرئيسي والحقيقي لاستقالتي هو ان انا حسيت ان انا اهنت. انا المجلس بتاعي اللي انا كنت تشرفت بعضويته تم حله، وقالوا لي القانون 75 ل77، وانا عرفت هذا بيدي حق للجهه الاداريه، ورغم اختلافهم مع المساق الاولمبي وظروف البلد، فقبلت هذا وقبلت المشاركه في المجلس اللي بعديه مع كمال بيه درويش على اساس سياده القانون على الكل. لما شعرت بعد ما رجعت مع مقابله في الاخبار مع ياسر برزق عشان نادي الزمالك، فوجئت ان في قرار من مجلس الوزراء بعدم تطبيق سياده القانون على كل الانديه. حسيت بطعنه
طب انا اتحليت ليه قبل كده بقى؟ وحسيت ان انا اكرم النادي الاهلي ده نادي بطولات في اي شيء، ولكن سياده القانون الكل بيخضع لها، مفيش اختلاف ما بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي والترسانه، ده سياده القانون يا كابتن كريم. تمام. حطيت بطانه وان انا انجرحت فيها واتصلت بدكتور كمال وعلمت استقالتي. اما باقي اعداء زمايلنا في مجلس الاداره انا بكن لهم كل احترام ايا كان دوافع كل واحد في خدمه النادي، ولكن انا بقول لحضرتك انت تعلم اكتر مني يا كريم، انت متربي جوه النادي ناس كل هدفهم يبقوا اعضاء مجلس اداره. يعني انا ارجو من اللي جايين يختاروا الناس اللي جايه تخدم النادي، وكفايه اللي هي ادت دورها قبل كده نشكرهم، وندي ناس ثانيه دور تقوم بيه وتخدم النادي فيه. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا اللواء مدحت بهجت. ومعنى كلام اللواء مدحت بهجت، لو الاستاذ ممدوح عباس نزل في الانتخابات وطلب اللواء مدحت بهجت معاه في قائمته، فالراجل هيوافق مش هيمانع، وان استقالته الفتره الحاليه اعتراضا منه على موضوع النادي الاهلي اللي هو قاله سياده اللواء مدحت بهجت، وبرضه اعتراض عشان نبقى يعني صراحه وبنتكلم